بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انتوا 30 ضابط اداره كامله معاكم، وراجل مجنون متخلف مريض نفسي، ست برضو ضايعه، ثلاثه يهود زي ما انتوا بتقولوا، خمسه و30. لاني بص الخمسه دول لا يمكن يقدروا يحفظوني. بتألفوا مواضيع على كل كلمه، يعني انا لو بقول جمله مثلا على فنان، او بقول جمله على حد، او بقول جمله على بلد، او بقول، بتألفوا عليها ألف مشكله. كل كلمه قاعدين بالمرصاد عليها، تألفوا حكايات على كل حاجه. لو ماشي في طريق حافظين كل حاجه، كل حاجه مسجلينها لي، كبيره وصغيره. لو طوبه مسجلينها، لو خبطه مسجلينها، لو كلمه مسجلينها. بيتالفوا قصص، لو ساند على عمود مؤلفين عليه، لو قاعد على كرسي مؤلفين عليه، لو قاعد في كشك مؤلفين عليه. كل حاجه مؤلفين عليها حكايه وعاملينها مسلسل. تجيبوا اتنين تلاته يقعدوا جنب بعض ويتكلموا وتعملوها مسلسل، قاعدين لي بالمرصاد. شحن موبايل، كوبايه شاي، كل حاجه مؤلفين عليها حكايه ومؤلفين عليها موضوع. مفيش حاجه مش مؤلفين عليها حكايه. المهم نعمل لك مشاكل باكبر قدر ممكن. المهم نوقعك في مشاكل مع اي حد، نوقعك في حكايات مع اي حد. المهم نعمل لك مصايب. المهم ما نرتاحش، ما نخليكش ترتاح. وتيجي تتكلم يقول لك يا ابني السيسي الحل. يا ابني انا مالي ومال السيسي؟ السيسي الحل في ايه؟ ما انا مديت له ايدي عضها. يقول لك لا السيسي الحل. خلاص هنفضل نجنن فيك، هنفضل نخنق فيك، هنفضل نقرف فيك. يا ابني اعترف بالسيسي، يا ابني اعترف بيه في ايه؟ انا مالي وماله؟ يا ابني سرق افكاري وعدي ايدي، اعترف بيه ازاي؟ يقول لك هو كده مالناش دعوه. اصل انت عيل وسخ، عيل عرس، عيل مش راجل، عيل مش جدع، عيل مش تمام، عيل مش كويس. خلاص، ده خليك على كده، وربنا لما فضلت على كده لا تتسجن. يا ابني طب سفروني بره، لا مش هنسفرك. يقعدوا يألفوا ألف حكاية وألف موضوع. النومة، لو نايم على الجنب اليمين مألفين عليه قصة، لو نايم على الجنب الشمال مألفين عليه قصة. لو بتفرج على التلفزيون اللي يعرفك في أي حاجة، بتتفرج على موبايل ما تعرفش تتفرج، ماشي في الشارع ما تعرفش تقعد، تاكل ما تعرفش تاكل، تتفرج على مسلسل ما تعرفش. يوقعوك مع الفنانين، يوقعوك مع الممثلين، يوقعوك مع المغنيين، يوقعوك مع لعيبة الكورة، يوقعوك مع رجال الأعمال، يوقعوك مع رؤساء الدول، يوقعوك مع أجهزة الدول، يوقعوك مع الأديان. المهم نعملك في مشاكل أكبر قدر ممكن، نعملك أكبر قدر من المشاكل والشكاوي والقواضي. نكره فيك الناس، نكره فيك الدول، نكره فيك الشعوب. المهم لا، ده يا جماعه ما نلعب الدنيا كلها، ونرجع نلعب من ناحيه تانية. يا جماعه ده غلبان، طيب، مسكين، مش فاهم حاجه، عيل صغير. انا 38 سنه، عيل صغير منين؟ ولا يمكن. عادي ماشي. يا ابني قدامك قلنا لك الحل، السيسي هو الحل. يجي يقول لك اصل بص، بيكره الجيش، بيكره الشرطه، بيكره المسيحيين، آه، بيكره الشعب المصري، بيكره الدوله. هو كرهنا للدرجه دي؟ ده كره مصر يا جماعه. يا ابني انا كارهكم انتوا، انا كارهكم انتوا 30 ضابط مخابرات في اي جهاز سيادي. انتوا مين؟ ممكن تكون اكتر من كده، لان اللي انا حفظته منكم ده انتوا في وقت واحد ممكن تهوسوني من 10 اتجاهات. يعني 10 ضباط في وقت واحد بيتكلموا مع بعض في 10 اتجاهات، غير التعذيب على جسمي. ان انا اعذبك لحظه بلحظه، ده لا يمكن يكون امريكاني. اكيد حد اللي قاعد على جهاز الكمبيوتر بتاع القمر الصناعي اللي هو بتاع الليزر للتعذيب اكيد مصري. فلا انا فاهمكم، عارفكم، عارف دماغكم بتفكروا ازاي، عايزين ايه، ناويين على ايه. انا مش صغير يا جماعه ولا قليل، وانا مش عارف انتوا ايه اللي في دماغكم. انتوا عايزين تعتموا عليا باكبر قدر ممكن، تداروا عليا من كل حته لحد ما تخلصوا عليا. يفضل عايش على سيستم معين. عادي هكلمكم على السيستم المعين اللي انتوا عايزينه.